السلام عليكم. عنابة. في خطوة نوعية تعكس تطور الصناعة الجزائرية، تم اليوم بمدينة عنابة إمضاء اتفاقية تعاون لتصدير ماكينات صناعة المثلجات الجزائرية إلى تونس، ما يشكل سابقة في منافسة المنتجات الإيطالية التي طالما سيطرت على السوق التونسية في هذا المجال. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، حيث أعرب ممثلو الشركة الجزائرية المصنعة عن فخرهم بجودة المنتج الوطني الذي أثبت كفاءته وقدرته على تلبية احتياجات السوق التونسية بأسعار تنافسية. من جهة، أكد الطرف التونسي على أهمية هذا التعاون الذي سيسهم في تقليل التبعية للمنتجات المستوردة من خارج المنطقة ودعم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتونس. ويعكس هذا الاتفاق تقدم الصناعة الجزائرية وقدرتها على اقتحام أسواق جديدة بمنتجات ذات جودة عالية، ما يعزز مكانة الجزائر كمصدر موثوق للمعدات الصناعية في المنطقة. مؤسسة كبيرة في تونس مختصة في الماشين تاع الأقحام هذو. سمعت رانا اليوم الحمد لله اليوم وقعنا معاه اتفاقية، وهذه الاتفاقيه هذه وعدنا بها سيد الرئيس الجمهوريه المره اللي فاتت، قال لك لازم المنتوج الجزائري خاصه تاع بلادنا لازم يخرج، لازم نصدروه، والحمد لله رانا وفينا بالوعد، ورانا اليوم رانا نفتخروا بالمنتوج الجزائري ورانا صدرناه، والحمد لله. مبروك على الجزائر ومبروك على الشعب التونسي، ورانا في الطريق الصحيح، وان شاء الله مازال منتوج دوطر برودوي كي سون كونكور راهم في الطريق الانجاز. ان شاء الله اليوم ربي وفقنا ان نبجلوا البضاعه الجزائريه على البضاعه الايطاليه في السوق التونسي، وان شاء الله ربي وفقنا. كل يوم وقعنا الاتفاقيه ان شاء الله في البدايه ان شاء الله باش تكون اول توريد، اول ماكينه معناها جزائريه في تونس، وان شاء الله ربي يعاوننا وان شاء الله نقدموا بالبضاعه الجزائريه، ونتصور ان تكون ان شاء الله المستوى نتاعها يضاهي المستوى الماكينه الايطاليه ان شاء الله.